بعد الفرص الكتير اللي الأهلي ضيعها في البطولة، الأهلي في حاجة إلى مهاجم أجنبي قوي في أسرع وقت. أخطاء مارسيل كولر في طريقة اللعب والبطء في التغييرات. الإجهاد اللي طال لعيبة النادي الأهلي 3 مباريات قبل مباراة فلامينجو، وفلامينجو لاعب مباراة واحدة ومريح عننا يوم. 4 مباريات للنادي الأهلي في 10 أيام. التفاصيل الصغيرة، ضربة جزاء علينا في أول 5 دقايق، بنضيع ضربة جزاء في الدقيقة 55، والانفراد العجيب والغريب اللي ضيعه شريف في الدقيقة 73. لو عاوز تعرف أكتر عن أسباب هزيمة الأهلي من فلامينجو البرازيلي تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نسر الجزيرة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معكم عمرو مصطفى للحديث عن مباراتي الأهلي وفلامينجو البرازيلي وريال مدريد والهلال السعودي. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. لو استعرضنا النهاردة، كان اليوم الختامي لكأس العالم للأندية. اتلعب النهاردة مباراتين في 5:30 بتوقيت مصر. كانت مباراة الأهلي وفلامينجو البرازيلي، وفي 9 كانت مباراة النهائي اللي جمعت بين ريال مدريد والهلال السعودي. لو اتكلمنا في الأول عن مباراة الأهلي وفلامينجو البرازيلي اللي انتهت بخسارة الأهلي 2-4، طبعا خسارة أحزنتنا وزعلتنا، لأن النتيجة كانت كبيرة والأداء ما كانش أفضل حاجة، وإحنا كنا بنطمع على الأقل بعد الخسارة الكبيرة من ريال مدريد 4-1 كنا عوضنا اليوم بالبرونزية اللي إحنا السنتين اللي فاتوا خدنا في النسخة الماضية البرونزية واللي قبليها، فكنا عايزين ان البرونزية تكون الرابعة في تاريخ الأهلي والثالثة على التوالي، ولكن للأسف ده ما حصلش النهاردة، وقدر الله ما شاء فعل. ولكن الخسارة النهاردة بيكون ليها أسباب هنتكلم عنها بالتفصيل. أول سبب معانا النهاردة وهو ان المباريات الكبيرة دايما بتتلعب على تفاصيل صغيرة زي ما اتفقنا قبل كده. في 3 محاور النهاردة أثروا في نتيجة المباراة. لو جينا استعرضنا، رقم 1 الدقيقة 5 ضربة جزاء على النادي الأهلي بسبب خطأ من علي معلول. دي أول نقطة محورية في المباراة، إن أنت نزلت لعبت المباراة وكأنك متأخر بهدف مقابل لا شيء من البداية. يعني في الدقيقة 5 لما النتيجة تبقى 1-0 لفلامينجو، الموضوع ده بيأثر عليك بشكل سلبي، ان انت نازل متأخر بهدف وهتحاول تعوض علشان تبحث عن التعادل، وممكن يكون في مساحات في ظهرك انهم يقدروا يسجلوا. فالنقطة دي كانت اهم نقطة مفصلية في ال3 محاور النهاردة. تاني حاجة، والدقيقة 55 وضربة جزاء لصالح النادي الأهلي تسبب فيها محمد شريف ولكن أضاعها علي معلول. دي كانت النقطة المفصلية التانية، ان احنا كنا متعادلين 1-1 ونازلين في اول الشوط التاني. لو كانت ضربة الجزاء اتسجلت كنا زماننا دلوقتي 2-1، وبعديها مباشرة احمد عبد القادر احرز الهدف العالمي اللي جابه، كان زمان النتيجة 3-1، فكان هيعتبر ان المباراة شبه انتهت اكلينيكيا بالنسبة لنا، لان هيبدأ اليأس يتسرب لنادي فلامينجو البرازيلي، وبالتالي يكون الأهلي خلص المباراة من بداية الشوط الثاني. فاحنا جه علينا ضربة جزاء في بداية المباراة، في بداية الشوط الثاني جالنا ضربة جزاء وضيعناها. والنقطة الثالثة والأهم وهي انفراد محمد شريف. انفراد محمد شريف حصل في الدقيقة 73. كان الأهلي متقدم بنتيجة 2-1، وكان للأسف تم طرد خالد عبد الفتاح في الكورة اللي الحكم مصطفى غربال حسبها ضربة جزاء لفلامينجو، ولكن الحكم الفنزويلي اللي على الفار رجعه علشان يراجع الكورة ان الخطأ حصل من خالد عبد الفتاح خارج منطقة الجزاء. ولكن بعد ما فرحنا بإلغاء ضربة الجزاء اتصدمنا كلنا للأسف بالكارت الأحمر لخالد عبد الفتاح عشان الأهلي يكمل باقي المباراة ب10 لاعبين. الضربة الحرة اتلعبت فوق العارضة 2-1، مطرود مننا لاعب وناقصين، ويجي لنا انفراد صريح في الدقيقة 73 لمحمد شريف. رايح الانفراد لوحدك، مفيش حد مضايقك، مفيش مدافع معاك، ويتصرف فيها تصرف غريب للأسف زي ما احنا شفناه، علشان تكون دي النقطة المحورية الثالثة. يعني الكورة بتاعت محمد شريف في الدقيقة 73 لو كان أحرز هدف بكل سهولة كان زمان النتيجة
3-1 وناقص مننا لاعب واحنا في الدقيقه 73، يعني تقريبا هيكون ناقص اخر ربع ساعه في المباراه. كنا نقدر نقفل دفاعاتنا ورا ونقفل نص ملعبنا وندافع بقوه ونستميت على النتيجه اللي هي ممكن فلامينجو اخر ما يعمل ان هو يحرز هدف تاني تبقى النتيجه في الاخر 3-2. فالثلاث محاور دول هم اللي اثروا في نتيجه المباراه. ضربه جزاء في البدايه علينا، ضربة جزاء في أول الشوط الثاني ضيعناها، انفراد محمد شريف. فلازم نركز إن التفاصيل ديت هي اللي بتؤدي إلى المكسب في النهاية. فيما يخص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أنا ليا بعض الملاحظات على مارسيل كولر كأدائه في البطولة بشكل عام. الأربع مباريات الأهلي لعبهم، مارسيل كولر بدأ أول مباراتين للأهلي مباراة أوكلاند وسياتل بطريقة 4-3-3 وقدر ينتصر في المباراتين ويخرج بالمباراتين بكلين شيت، يعني أحرز 4 أهداف ولم يسجل في الأهلي أي أهداف في المباراتين اللي اتلعبوا. دخلنا على الجزء الثاني مباراتي ريال مدريد وفلامينجو، غير الطريقة في ريال مدريد ل 4-2-3-1 وغير في فلامينجو النهاردة ل 4-2-2-2 اللي هي أحد مشتقات 4-4-2. استغنى عن محمد مجدي قفشة في رقم 10 في صناعة اللعب وزود بيرسي تاو يلعب فيرو الثاني بجوار محمد شريف. السؤال هنا لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، احنا ليه في المباراتين بتوع ريال مدريد وفلامينجو فتحنا الملعب على الآخر؟ ليه لعبنا ب2 في الوسط بس؟ ليه هاجمنا بالمنظر دوت وسيبنا مساحات في خط الوسط وظهرنا؟ المباراتين دول هم اقوى من سياتل واوكلاند سيتي اللي لعبنا بيهم في 3. طيب النتيجة كانت ايه؟ ان المباراة ريال مدريد خلصت 4-1، مباراة فلامينجو خلصت 4-2. يعني مني مرمى الاهلي في المباراتين ب8 أهداف، وده رقم كبير جدا على النادي الاهلي انه يدخل فيه 8 أهداف في مباراتين. الناحية التانية نقول وصلنا لمرمى ريال مدريد وسجلنا هدف، وصلنا لمرمى فلامينجو وسجلنا هدفين، اضعنا فرص في ريال مدريد، اضعنا فرص في فلامينجو، ضيعنا ضربة جزاء في مباراة فلامينجو، ولكن الحصيلة في الاخر ان احنا اتغلبنا هنا 4-1 وهنا 4-2. فانا بصراحة كنت مستغربه جدا في فتح الملعب قدام الفرق الكبيرة اللي بتمتلك لياقة بدنية وبتمتلك سرعات وبتمتلك لعيبة مهارية على اعلى مستوى، ان نفتح المساحات ديت. والدليل النتائج الكبيرة للمباراتين خلصوا بيهم. طيب لما نيجي نتناول نقطة تانية بالنسبة لمارسيل كولر وهي التغييرات. مارسيل كولر بشكل عام في الدوري، في افريقيا، في الكاس، في السوبر، في كاس العالم للأندية عنده بطء في التغييرات. دي وجهة نظري انا اللي بشوفها طوال الفترة الماضية. يعني مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي ما بيغيروش بين الشوطين خالص. يعني ما بشوفش دايما كده ان بين الشوطين في تغييره تقدر تقلب حاجه، تقدر تعدل حاجه في الملعب، ما بشوفهاش. لازم على طول الشوط الثاني ان الاهلي بينزل بنفس التشكيل اللي لعب بيه بقى لغايه الدقيقه 60 لغايه الدقيقه 70 حسب سير المباراه. يحصل دايما تاخيرات في التغيير، يعني النهارده ما استخدمش تغييراته كلها، يعني محمد مجدي قفشه ما لعبش، كهربا ما لعبش، تغييرات حتى حسين الشحات في الاخر، يعني تغييرات فيها تأخير. ان انا ممكن ادفع بعنصر في وسط الملعب، في الهجوم، في الطرف، في الجناح، اقدر ان اغير من سيناريو المباراة، اغير من شكل الاهلي. فدي بالنسبة لي التعليقات اللي على مارسيل كولر، لازم يراجعها، يهتم اكتر بالتغييرات، يهتم اكتر بثبات طريقة، لان احنا بدأنا البطولة بطريقة ونهيناها بطريقة. بدأنا البطولة بطريقة مناسبة لينا، ماسكين نص الملعب، مأمنين دفاعاتنا، فالنتائج كانت كويسة 3-0 1-0. هي فرق أقل في المستوى من ريال مدريد وفلامينجو، أنا متفق معاكم، ولكن الأولى إن أنا أجي في المباريات الكبيرة إن أنا أكون قافل خط النص بتاعي وقافل الدفاع بتاعي، بحيث المباراة أقدر أخرج تعادل، ألعب وقت إضافي، حتى لو اتغلبت أتغلب 1 أتغلب 2، تبقى الأمور كلها في النطاق الطبيعي. نقطة أخرى هنتناولها وهي موضوع الإجهاد. لازم نعذر لاعبتنا وفريقنا بسبب إن اللعيبة والفريق تعبوا. طيب تعبوا ليه؟ النادي الأهلي لعب 4 مباريات في ظرف 10 أيام، أوكلاند، سياتل، ريال مدريد، فلامينجو. ال4 مباريات دول اتلعبوا في ظرف 10 أيام. لما دخلنا نلعب فلامينجو كان في معادلة غريبة جدا،
ان النادي الاهلي قبل ما يلاعب فلامينجو كان لاعب 3 مباريات، وفلامينجو كان لاعب مباراة واحدة. الحاجة التانية الاغرب ان فلامينجو اللي لاعب مباراة واحدة مريح قبلينا بيوم، واحنا واخدين راحة اقل من فلامينجو البرازيلي، واحنا لاعبين 3 مباريات منهم المباراة اللي هي كانت امام ريال مدريد. طبعا نظام البطولة غريب، نظام البطولة مش عادل، بس ده لازم يدي العذر ان فلامينجو نازل فريش واقف على رجليه، والحالة البدنية بالنسبة له ما فيهاش اي مشكلة، عكس الاهلي اللي لاعب 3 مباريات متوالية ومتدرجة في المستوى. بدأنا بأوكلاند ثم سياتل الاعلى ثم انتهينا بريال مدريد. ده شفناه النهارده في الملعب، شفناه ان في بعض اللعيبه ما بدأش بيها مارسيل كولر بسبب الاجهاد او بسبب هي تعبانه، لان حصل للعيبه اجهاد بدني واجهاد ذهني. طب الاجهاد الذهني ده شفناه النهارده فين؟ هنتكلم على 3 مواقف ل3 لاعبين معينين. اول حاجه علي معلول، لما تتكلم ان هو تعبان ومش قادر وفي اجهاد ذهني بالنسبه له، اتسبب في ركله جزاء في الدقيقه ال5. لما تيجي تشوف في الشوط الثاني في نفس المباراة في الدقيقة 55 بيدخل يشوط ضربة الجزاء وهو مش قادر وهو مش في كامل تركيزه، فضاع ضربة الجزاء اللي كانت ليها دور أيضا في الخسارة النهاردة. يعني التعب أو الإجهاد الذهني بيكون ليه عامل مهم جدا. نفس الأمر لو شفناه في محمد الشناوي في الهدف اللي هو كان التعادل اللي كان خطأ منه، برضو نفس الأمر. لما تشوف في ديانج اول ما نزل والخطأ الهدف اللي تسبب فيه وبيرجع الكورة للدفاع، برضو نفس الامر. وعلشان تتأكدوا من النقطة دي، احنا بنتكلم على 3 لاعبين من العمود الفقري للفريق: محمد الشناوي منتخب مصر، اليو ديانج منتخب مالي، وعلي معلول منتخب تونس. لاعيبة على اعلى مستوى ولاعيبة سوبر، ولكن مفيش اي لاعب كبير على التعب او الاجهاد. ملحوظة صغيرة عايز اقولها لجماهير النادي الاهلي: ال3 لعيبة اللي اخطأوا دول من اللعيبة الكبار والعمود الفقري في الفريق، رصيدهم كبير جدا، رصيدهم يسمح جدا انهم يخطئوا. مفيش لاعب في العالم ما بيخطئش، لكن احنا ما نقدرش نوجه ليهم سهام ان احنا نلومهم او نعاتبهم او نقص عليهم خالص. ليه؟ هو مفيش حد فوق النقد، ولكن دي لعيبة لها رصيد كبير جدا. الشناوي واليو ديانج وعلي معلول مع باقي الفريق كان ليهم دور كبير جدا في حصد جميع البطولات في السنوات الماضية. فلما هو اخطأوا في حاجة او زعلونا في حاجة، هم ياما فرحونا بالبطولات. امتى ادوس على لاعب او اقسو على لاعب وانا ما ذكرتش اسماء هنا؟ لما يكون اللاعب ده مش على المستوى المطلوب في النادي الاهلي، او ملوش رصيد كبير عندي، رصيده ما يسمحش، هو ما قدمش حاجة. في الحالة دي اقدر اقسو عليه. لكن انا بتكلم على 3 لاعبين بصراحة هم من اساس الفريق اللي هو شايل الفريق السنوات الماضية كلها. لو هنلوم هنا على لاعب نقدر نلوم على محمد شريف. الانفراد اللي ضيعه ده عيب مهاجم في حجم محمد شريف، انفراد بالسهولة دي ان هو يضيعه. الموضوع ده يرجعنا لنقطة ايه؟ المهاجم الاجنبي. احنا عايزين مهاجم اجنبي. فترات القيد خلصت، الادارة ما خلصتش في مهاجم، ولكن هيفضل المطلب. وكل المباريات والبطولات اللي احنا فيها واللي جاية هتثبت ان الاهلي في حاجة لمهاجم اجنبي، مهاجم سوبر، مهاجم نوعية اللي هو بيخلص من ربع ونص فرصة. يعني لو شفنا الفرص اللي ضاعت النهاردة والفرص اللي ضاعت في ماتش ريال مدريد، لو معاك فيرود بمعنى كلمة فيرود سوبر بيستنى اي فرصة يخلصها، كان زمان الموضوع اختلف تماما 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 ورحنا في منطقة تانية خالص. ده بيدل الفرق بين اللاعب السوبر واللاعب المجتهد او اللاعب المتوسط.